سمعوا خونا فؤاد بعد الفضيحة المنتخب السنغالي. سمعوا الخوت. على هذا الفيديو هذا نعلمكم شويه تصريحات ديال رئيس الاتحاد السنغالي اللي دار اخر مسمار في النعش ديالو. الاتحاد السنغالي يرد على التصريحات ديال الحاج ديوف، هذه كاع مخلطه. المهم اليوم غادي نبداو بهذه التصريحات اللي صرح بها رئيس الاتحاد السنغالي. رئيس الاتحاد السنغالي عطى فرصه للفيفا درك باش تدخل مباشره، يعني ماشي بقات اللعب، لانهم قال لهم الدوله كان على بالها بالانسحاب، حنا كان على بالنا بالانسحاب. هاجم المغرب، قال لك المغرب هو اللي يتحكم في لاكاف، قال لك منا. مهم قال شي هرطقات، مهم كذوب على الجهاد. راكم تعرفوا هذا الانسان هذا تعلم صحافه زيكو، تعلم من القنوات ديالنا ديال الزريبه، لان القنوات ديالنا ديال الزريبه ديما يهاجموا المغرب وينهزموا. هذا الانسان هذا درك من يهاجم القجع غادي يخرج بصفر، غادي يخرج منهزم. علاش يخرج منهزم؟ لانه هذا يسبق الاحداث توجور. لقاش هو شاف العقوبات اللي غادي يخرجوا، والعقوبات كبيره، راه توصل حتى 20 مليار. قال لك 20 مليار غرامه يخلص 20 مليار، 20 مليار وزيد. قال لك المدرب قادر يوصل 5 سنين، الاخر هذاك المساعد ديالو ب 20 حتى هو 5 سنين، اللعابه حتى هما كاملين يديو عامين كاين اللي يدي، يعني غادي يتهدموا في كاس العالم. واش هو خرج يدير؟ خرج يقول لهم زعما الافارقه ساعدوني، الاعلام راه شو غادي يحقروني، يخرج للبكائيات. هذا كل شيء بكاء. لو كان عنده شي دليل، انا حطيت لكم هنايا بعض يعني الناس اللي تكلموا عليه، يكون عنده شي دليل هذا الانسان هذا، وهذا رئيس الاتحاد السنغالي حطنا الادله. ما تخرجش تكذب، يعني دروك غرق راسو. علاش؟ لانه غادي يواجه عقوبات وخاصو ادله. الا ما عندكش ادله القجع غادي يغرغرك. القجع ما غاديش يطلق منك، لانك راك هاجمت المغرب وهاجمت القجع، يعني عنده الحق غادي يغرغرك. الاتحاديه السنغاليه درك هاجمت الحاج ديوف، لانه الحاج ديوف ذكر في لوموند ديال فرنسا البارح، شكر بانه المغرب كانت عنده بنيه. راني حطيت لكم هنا هادو مقالات كاع ديال الصحفيين كاع في افريقيا راهم يهضروا على التصريح ديال الحاج ديوف. قال لهم بلا المغرب راكو ظلمتوه، ما كان لا يشري تحكيم لا والو. المغرب قال لهم بلا كان بنيه تحتيه عالميه، ملاعب عالميه، يعني كذب الاتحاديه ديالهم، كذب المدرب، كذب كل شيء، كذبت هذيك البروباغندا اللي كانوا دايرينها. يعني هذا كل شيء مشى لهم في الريح، مشى لهم في الكذوب. يعني لو تخلطت عندهم، يخرج لك لعاب من هيه يقول لك ادي سيدي تسمم، يخرج لك هذاك كانا جاي ولا سميتو هذاك اللاعب السنغالي الاخر يقول لك كان عندنا الطباخ ديالنا وحنا اللي مشينا بالطباخ ديال. ما يمكنش، السنغال ما عندهاش طباخ. يعني كاع البروباغندا اللي داروها كل شيء كذوب في كذوب. وهذا رئيس الاتحاد السنغالي خرج يكذب، خرج حتى هو يدير بروباغندا ويسبق الاحداث، لانه حنا موالفين نديروا بلاغات. حنا توجور قبل ما يدقدقونا نديروا بلاغ، نقولوا للناس عاودي راهم غادي يدقدقونا، عاودي وقفوا معانا، يا ودي. هذا هو الاتحاد السنغالي.